يا اهلا بيك يا صديقي في فيديو جديد. بعد ما نزلنا الفيجوال ستوديو دلوقتي خلينا نجرب ننزل برنامج تاني نقدر نشغل من خلاله السي بلس بلس وهو الكود بلوكس. وزي ما اتفقنا ميزة الكود بلوكس ان هو خفيف على الاجهزة، فانت لو جهازك فيه مشكلة الكود بلوكس بالنسبة لك هيساعدك بشكل كبير جدا. وهو برنامج جميل ولايت ويت جدا ومش معقد، واي حد ممكن يشتغل بيه بسهولة. وميزته كمان ان هو اسهل في الواجهة بتاعته شوية من الفيجوال ستوديو اللي هو برنامج كبير قوي وبحر وفيه تفاصيل كتيره. انا شخصيا لازلت برضو هقول لك ان الفيجوال ستوديو بالنسبه لي انا احسن، وبالنسبه لي افضل ليك انت كمان انك تبتدي بفيجوال ستوديو. لكن ما باليد حيله، لو طلع فيه مشكله في الجهاز او حاجه معينه هتضطرنا ان احنا ننزل كود بلوكس، فايه المشاكل؟ المهم هتدخل على الموقع بتاع كود بلوكس وده اللينك موجود قدامك، وطبعا هنجرب كل حاجه مع بعض. هتختار الباينري ريليز الاول، وبعد كده هتدخل جوه الباينري ريليز، هتختار رابع واحده اللي موجوده قدامك دي، هتخش عليها وتختار الاصدار ده بالظبط، وتبتدي ان انت تعمل له داونلود وتعمل له انستوليشن. خطوات الانستوليشن في منتهى السهوله، جاست بتدي له نيكست بس. يعني الموضوع سهل قوي قوي، ما فيهوش التفاصيل الكتير اللي موجوده في الفيجوال ستوديو. يلا بينا نشوف نفس الخطوات مع بعض. طبعا بعد ما بتخلص بتدي له اوكي، بعد ما تدي له اوكي بتفتح الواجهه بتاعه البرنامج، بيظهر بالشكل ده، سهل وبسيط جدا جدا جدا. وطبعا البساطه اللي موجوده فيه برضو تقابلها بساطه برضو في الفيتشرز اللي موجوده قدامها يعني، لكن كل واحد فينا هيستخدم الحاجه اللي تناسبه اكتر. يلا بينا نروح نشوف ازاي هنعمل الكلام ده مع بعض. كل الموضوع انك هتجيلي كده في جوجل وتكتب ايه داونلود كود بلوكس، هتلاقي الموقع ظهر قدامك اهو، هتدوس عليه كليك هيفتح لك الكود بلوكس. الكود بلوكس بصراحه يعني فيه تفاصيل جميله كتير. لما اقول له داونلود ذا باينري ريليز ادوس عليها، بص ممكن تنزله على ويندوز اكس بي. انا عارف ان في ناس لحد دلوقتي بيشتغلوا بويندوز اكس بي، فانت النهارده كود بلوكس بيشتغل عليه، بيشتغل على لينكس، بيشتغل على ماك، بيشتغل على اي حاجه. طبعا انا هنا عايز بقى المايكروسوفت ويندوز، وعاوز رابع واحده دي، هي دي النسخه اللي انا عاوزها، وعاوز ادوس على النسخه دي، هي دي اللي احنا هننزلها. دوس عليها. بعد ما تدوس عليها هتلاقي الداونلود بدأ ونزل لك البرنامج اهو، ادي الكود بلوكس. هنشغله عشان نبتدي نعمل له انستوليشن. طبعا هي النسخه 20.03 هي دي اللي احنا عايزين ننزلها. بتقول له نيكست، اي اجري، نيكست. ده المكان اللي هينزل فيه انستول بس. ولا بقى كل الحاجات الكتير بتاعت الفيجوال ستوديو دي، يعني مور سيمبل بصراحه. طبعا هو دلوقتي خلص الانستوليشن، بيقول لك انت عايز تستخدم الكود بلوكس دلوقتي ولا لا؟ اقول له يا عم ماشي نستخدم الكود بلوكس مفيش مشكله. دلوقتي هيبتدي ان هو يفتح لي الكود بلوكس، اديله اوكي، نيكست، فينيش. كده انا خلصت، وادي الكود بلوكس اشتغل معايا والدنيا 100 100. هجيبه منين؟ طب هو دلوقتي نزل عندي، انا اجيبه منين؟ موجود عندي اهو على الديسك توب، او ممكن اجي اهو في المنيو اكتب كود بلوكس، موجود عندي الكود بلوكس اهو. وطبعا لو انت هتستخدمه على طول تيجي كده في التاسك بار بتاعتك واعمل له بن، خليه موجود معاك على طول، طالما انت هتستخدمه معاك بقى على طول كاسلوب حياه. فدلوقتي يا جماعه خلاص احنا نزلنا الكود بلوكس وشغلناه، عاوزين نعمل نيو بروجكت ونشوف ان البروجكت بيتحط عندنا ازاي، ونحاول ان احنا نشغله عشان نساعد حبايبنا اللي هيستخدموا الكود بلوكس ان هم يستخدموه وهم مرتاحين. هقول له فايل، نيو بروجكت، هختار كونسول ابلكيشن وهديله جو. هنا هبتدي ان انا اقول له نيكست. بيقول لك انت عايز تستخدم ايه، لغه سي ولا سي بلس بلس؟ هستخدم سي بلس بلس واقول له نيكست. هيقول لك هنا انا عاوز ايه الفايل تايتل، اقول له جيت ستارتد. هنا هيقول لك الفايل باث، هبتدي ان انا اختار الباث بتاعي. هنا ممكن اقول له مثلا ايه جنبها مثلا كود بلوكس عشان اميزها يعني، وهقول له نيكست. وبعدين هاجي كده اقول له فينيش. كده هو كرييت لي البروجكت، وادي الفايل بتاعي اللي فيه نفس الكود اللي كان ظاهر قدامنا في الفيجوال ستوديو. طبعا دلوقتي نفس الكود ده ظهر معانا قبل كده في الفيجوال ستوديو، وظهر معانا تاني برضو في الكود بلوكس. الله، يا ترى كام سطر دول هم عبارة عن ايه؟ الحاجات دي معناها ايه اللي مكتوبة دي؟ ده اكواد دي، ده هيروغليفي ده بالظبط، ولا انجليزي ده يا مرسي، ولا ايه ولا ايه هو ده؟ اقول لك الحاجات دي كلها حاجات بسيطة قوي، واحنا هنفهمها مع بعض وهنفهم كل التفاصيل جواها، وهنكتب اكواد لما هنشبع كتابة. بس واحدة واحدة عليا، يعني خلينا ناخد الموضوع بس ايه جزء جزء، ما تستعجلش، خليك معايا في الخطوات واحدة واحدة. دلوقتي عايزين نشغل البروجكت بتاعنا، فبص شايف انا طالع فين؟ العلامة الخضراء دي اسمها run. شفت انا رحت لها منين؟ اهو ادي السهم اهو طالع، ادي علامة run اللي موجودة فوق. هندوس كده عشان نبتدي ان احنا نشغل.
اشتغل اهو، دي هلو وورلد موجوده قدامنا وكل حاجه 100 100. وده يا جماعه الكود بلوكس، ودينا اهو عملنا بروجكت والبروجكت شغلناه والدنيا 100 100. ولكن من مساوئ الكود بلوكس ان انت كل حاجه بتكتبها بايديك، مفيش اوتو كومبليت وانت بتكتب. طبعا في ناس بتعتبر دي مشكله، وفي ناس بتعتبر ان دي ميزه، ان انت هتتعود انك تكتب كل حاجه بايدك عشان انت ما تغلطش وما تتعودش على الانتليسنس. كل واحد هيستخدم الطريقه اللي تريحه اكتر. المهم ان انت دلوقتي عرفت ازاي تنزل الكود بلوكس، ازاي تعمل نيو بروجكت، وازاي ان انت تشغله. وقت ما نيجي نكتب كود انت استخدم الحاجه اللي تريحك. لحد دلوقتي الفيديو ده انتهى، وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشوف ازاي نستخدم الاونلاين كومبايلرز. في اخر الفيديو اتمنى ان انت تكون استفدت، وعشان تستفيد اقصى استفاده ممكنه بفكرك تشترك في منصه الكورسات بتاعتنا وتضيف الكورس للحساب بتاعك عشان تستفيد من كل الخدمات الاضافيه اللي بنقدمها هناك، اللي بتتمثل في 70% من الاستفاده. هتلاقي خطوات الاشتراك واللينك موجود في الديسكربشن. واشوفك على خير، سلام عليكم.